البداية من المغرب، حيث تتواصل مجهودات النادي المكناسي لأجل كسب تحدي الصعود إلى قسم الصفوة واسترجاع حضوره التاريخي في المشهد الكروي المغربي. قراءة في تطلعات النادي وجمهوره مع الأخضر نوالي. يمتد النادي المكناسي على مسافة عمر قدرها 62 سنة. الأمر يعني الرمز الكروي الأول للعاصمة الإسماعيلية مكناس. في سجل هذا الامتداد حضور مشرف لنادي الزيتون. تتحدث أرقام الإنجازات المكناسية عن حمله لكأس العرش العام 1966 ولقب الدوري العام 1995. الحضور هذا تعرض لأكثر من حالة اهتزاز. انحدر الكوديم عدة مرات للقسم الرديف، بل انكسر الخاطر المكناسي حزنا، وتعمق الجرح بانزلاق النادي لقسم الهواة العام 2017. مرت سنوات الجفاف الستة ودبرها أهل الدار بصبر ليصل المكناسيون اليوم إلى لحظة الحلم بالعودة إلى قسم الصفوة. رجال الزيتون هم على مسافة قصيرة من استرجاع المكانة المستحقة. الحمد لله، يعني استطعنا باش نخلقوا فريق تنافسي، فريق اللي به باش يعني بالجمهور وبالاداره وبحسن التسيير استطعنا باش نتسلقوا المراتب ونكونوا في المراتب الاولى، والحمد لله. يعني هذا اصبح حلم ديال الجميع، حلم ديال الفريق، حلم ديال الجماهير، حلم ديال الرئيس، حلم ديال اللاعبين، حتى كمدرب كاطار تقني. هذا حلم ديالي، حلم كبير باش ان شاء الله نطلعوا هذا الفريق هذا نردوه للمكانه الحقيقيه ديالو، ونتمنوا من الله سبحانه في الاخير نفرحوا الجميع يعني، ونفرحوا كاملين بهذا الصعود هذا ان شاء الله. المكناسيون يجمعون العدة بأنفاس متجددة لاسترداد ما ضاع. انضمام نجوم سابقين لخدمة النادي أعطى دعما قويا، بل فيهم من يشرف حاليا رفقة الطاقم الفني على شد عضد جيل من اللاعبين الواعدين. خصنا نجتهدوا ونبذلوا يد المساعده للنادي ديالنا اللي عطانا الشيء الكثير، وتنتمنوا اننا نعطيوه الشيء حتى حنا الكثير اللي هو الرجوع للقسم الوطني الاول ان شاء الله. قضيه استنهاض الكوديم اضحت هما مشتركا بين جميع المكونات الغيوره على مستقبل النادي، ولذلك فالتردد والشك لا مكان لهما في المرحله. بيناتنا اللاعبين بحال عائله، وحنا مصممين على اننا نحققوا المبتغى نتاع المدينه، وكنفكروا لقاء بلقاء اللاعبين باش اننا نكونوا في المستوى الكبير في جميع اللقاءات، باش نحققوا المبتغى نتاع المدينه كامله، والجمهور اللي كيساندنا في جميع اللقاءات لا داخل الملعب لا خارج الملعب، باش نوصلوا ان شاء الله في الدوره الاخيره للمبتغى ديالنا اللي هو الصعود ان شاء الله. كنوعدوا الجماهير الغفيره ديال النادي المكناسي ان غادي نكون نزيدوا نجتهدوا ان شاء الله في باقي الدورات باش ان شاء الله نحققوا المبتغى ديال المدينه كامله ان شاء الله، ونفرحوهم ان شاء الله، وكنتمناو حتى هما يجيو يساندونا بقوه ان شاء الله باقي الدورات. الجمهور المكناسي الشغوف بتحقيق الصعود لقسم الكبار يتولى توفير الاجواء التشجيعيه المناسبه. الجمهور له ارتباط وجداني مع النادي العريق. حناجر اليوم تعرض التضحية الراقية مهما كلفت أحيانا حوادث موجعة. وان شاء الله الحب ديالي للنادي المكناسي ما تبدلش، سواء قبل الحادثه وبعد الحادثه، بقى الحب هو بالعكس، زاد عشقي لهاد الناس والكره، وزاد عشقي لكره القدم بصفه عامه، وفريقي اللي هو النادي المكناسي اللي الحمد لله كنشكر الجماهير ديالو الوفيه اللي بقات الحمد لله مأزراني، وبقات شاده بيدي الحمد لله لحد الساعه. النادي المكناسي يربط من جديد موعدا مع التاريخ. حضوره في قسم الأضواء يليق بمكانته التاريخية التي أنجبت ثلة من اللاعبين الدوليين السابقين أمثال حميد دوش وكاماتشو، ثم بيدان وبديدي والمرحوم دايدي وغيرهم. الخزان هذا مرشح للانبعاث بأسماء أخرى. المكناسيون يريدون إبرام عقد جديد مع التاريخ،
وتطليق مرحلة بما لها وما عليها، وتوظيب جلسات جديدة بالزخم الذي يستمر وبالإرادة التي لا تلين. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس، مكناس.